يا جماعه اللي تدخل الزمالك في ازمه لاعب في الفريق المنافس اعتقد ملوش اي معنى. التساؤل اللي بيدور على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والاجابه بمنتهى الصراحه، انت بتدخلني في مشاكلك ليه؟ والله يا ابله فرح ما دخلتك في حته، انت يا ابني دخلتها، حد دخلها في حته يا جماعه؟ دخلتها في حاجه يا جماعه؟ احنا عمالين نرقص مع الرقاصه الملبن ديت وقاعدين كافيين خيرنا شرنا يا ابله. في نادي ملوش علاقه بنادي الزمالك. فكره انك تحط نادي الزمالك في ازمه وحدوته، ولاعيبه الزمالك وحجم الازمات والمشاكل اللي حال الزمالك ومشاكله عارفها كويس جدا وعنده القدره ان هو يحلها. بقى بطلوا كدب بقى، بطلوا كده، عايزين انت حلو ايه؟ يا ابله فرح انت حلو يا ابله فرح، انا سامع ان في ايقاف كده 12 جاي في السكه. انت حلو، انتوا معاك فلوس تدفعوا للعيبه يا ابله فرح، ما تخلي الطب المسطول يا ابله فرح. ولا دخلنا في بيان اعتذار هزلي اتكتب من لاعب او من مركز اعلامي لناديه واتبعت على الواتساب لامام عاشور واتقال له نزله كده زي ما هو. يا لئيمه انت يا لئيمه، اكيد انت ها مشتركه في الجروب الواتس بتاع المركز الاعلامي بتاع النادي الاهلي، عشان كده اول ما بيبعتوا حاجه انت اول حاجه بتوصل لك انت الاول يا لئيمه. سلم ان احنا نرفع مشاهدات واحنا مش محتاجين الحقيقه نبرر ولا ندافع عن اي حد. اتمنى ان الزمالك كل التركيز يبقى مع الزمالك. اتمنى ان ازماتك ومشاكلك وعلاقاتك داخل غرف الملابس تحلها بعيد عن نادي الزمالك. عندك ازمات بين مدير الكوره او مدير المركز الاعلامي او حتى اي مشكله تانية حلها. حاضر يا ابله فرح هنحلها، حاضر 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 ماشي ماشي. يا ابله فرح اهي اللي بتقول لي عندكم مشاكل اهي. نادي الزمالك احنا متفقين ان هو في شده او ان احنا بنمر في ازمه، وانا بشوفها ان دي واحده من اكتر الازمات اللي مر بيها نادي الزمالك في تاريخه، بدايه بقى من موضوع سحب الارض لايقاف القيد لفسخ عقود اللعيبه لازمات ماليه كلنا على علم بيها وغيرها 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 من الامور الصعبه جدا اللي بتمر على نادي. ده ده مساعد في قناه، مساعد في قناه الزمالك؟ امال يا ابله عماله تقول احنا اللي عمالين نقول عندكم مشاكل عندكم مشاكل، ما المذيعين عندكم يا ابله اللي بيقولوا عندكم مشاكل يا ابله. لو عجبك الحلقه ما تنساش تعمل لي لايك وتشترك في القناه، ولو اول مره تشوفني لو عايز تسال على اي حاجه اسالني في الكومنت، وفي الختام بقول لك سلام.